لما تبقى مخزول، يعني حد كسر نفسك، مش معناها دايما انك غلط. خلي بالكوا هنا في حتة بيسموها الجلت فيلينج، تدخل على طول اول ما تلاقي حاجة كركبت يبقى انا غلط. الحقيقة مش دايما، فاكتر من 80% من المشاكل 50% ما بتبقاش انت السبب فعلا. مش كل طالب تعثر في دراسته هو السبب، مش كل طالب، مش كل جوازة عرجت ومشيت غلط معناها انه الانسان ده كان وحش ولا اختار غلط. لا، في حاجات جدت، في ظروف جدت، في تحديات جدت، ما تعاملناش معاها صح، لكن ده مش معناه انك لازم تبقى وحش او انك اخترت غلط. ده تفكير مش سلبي. لو عندك مشكلة في حياتك ما تستسلمش أرجوك، لا في شغلك ولا في جوازك ولا في خدمتك ولا في حياتك مع ربنا. رتب نفسك تاني، قاعد تنظيم حياتك. وانت بتراجع نفسك، بص هنا في كلمة جميلة في الانجليش يقول ايه؟ reorganize your schedule and refocus on your goal. refocus يعني ايه؟ ساعات تكون عينك نزلت من على اهم حاجة لحاجات تافهة. اهم حاجة هي حياتك مع ربنا، خلاصك وخلاص عيالك. ريفوكس يعني ارجع تاني، ركز على النقطة المهمة اهم ما في حياتك، لان ده هيديك راحة نفسية. انا ما خسرتش ربنا، حتى لو خسرت فلوس في البورصة، حتى لو خسرت شغلي وماله هستعيده تاني، حتى لو حصل مشكلة كبيرة في بيتي تتصلح، بس انا لسه مصالح ربنا، لسه بخاف، لسه ايدي في ايده، وفي الاخر انا قاعد يومين في الدنيا وهمشي. لما بتراجع الحتة دي بتحس انه ما خسرتش كل حاجة زي ما انت فاكر، لا، كل حاجة ممكن تتصلح.